يلا بينا نعمل كيك شتوي يوديك في حتة تانية. معايا 3 بيضات، رشة فانيليا، كوباية سكر أبيض على بني، وهقلب كله مع بعض وهنزل عليهم بكوباية من السمنة على زيت ومعلقة ممسوحة من القرفة. بعد ما أقلب هنزل عليهم بكوبايتين إلا ربع من الدقيق وظرف من البيكنج باودر، وهقلب كده كله مع بعضه لحد ما كله يتجانس. وبعد كده هنزل عليهم بالمكسرات، ودي اختياري، أنا حاطة عين جمل. وهنزل كمان عليهم بنص كوباية من اللبن. هقلب بقى كده كله مع بعضه، وطبعا انا مشغله الفرن على درجه حراره 180 من اول ما بدات. وهجيب القالب بتاعي احط عليه ورق زبده وادهنه بالماده الدهنيه اللي انا حطيتها في الاول. وبعد كده معايا تفاحتين مقطعهم شرايح، هرصهم بالشكل دوت، ومعلقه من السكر ورشه من القرفه، وهبدا ارش السكر بالقرفه على الوش. يلا بينا على الفرن. واول ما تطلع ده شكل القمر بتاعي، بجد اتجنن، ما قدرتش حتى استنى لحد ما تبرد. قطعتها وهي سخنه زي ما انتوا شايفين كده، مش قادره اقول لكم هشاشه وطراوه تجنن بجد. ريحتها قلبت البيت، التفاح والقرفه فظاع بجد. جربوا الوصفه مع حبه كراميل والف هنا، هستنى رايكم.